ابو اللغالغ يسلم عليكم. الكام شيفت واحد لكن طريقة استعماله أكثر من وحدة. شوف، وظيفته هو يفتح ويسد الصمامات، بس طريقة تركيبه بالمحركات تختلف. النوع الأول DOHC، يعني اكو 2 كام شيفت فوق رأس المحرك. تعرفون المحرك أقل شي لازم بيه صمامين على كل سلندر، فكل كام راح يتحكم بصمام، أو بالحديث كل كام يتحكم بصمامين. النوع الثاني SOHC، يعني كام شيفت واحد فوق رأس المحرك. على راسي على راسي على راسي على راسي. هسه تقول شلون كام شيفت واحد ويتحكم بصمامين؟ شوف، هذا الكام يكون بالنص والصمامات على الجوانب، وعلى كل صمام اكو شيء يسمونه الروكر ارم، يكون ملامس للصمام وللكام. يعني اذا الكام شيفت يتحرك راح يحرك الروكر ارم، والروكر ارم يحرك الصمام. لهنا الوضع لوز. النوع الثالث هو كام شيفت ببطن المحرك مو بالهيد. بهاي الحاله هم يكون موجود روكر ارم على الصمامات، بس هالمره يكون متصل بعمود ضعيف يسمونه بوش رود. هذا البوش رود يكون متصل بالكام، فمن يتحرك الكام راح يحرك البوش رود، والبوش رود يحرك الروكر ارم، والروكر ارم يفتح الصمام. فهمت؟ وقبل كم سنة كنت أفكر ليش ما يلغون الكام شيفت أصلا ويخلونه مكانه محرك كهرباء صغير هو يفتح ويسد الصمام، هيك أحسن بهواي. لكن الصدمة كانت بعد كم شهر من هاي الفكرة. طلعت اللي كوانكزيك جميرة، واللي كان محركها ما بي كام شيفت، وإنما بي محرك كهرباء صغير يفتح ويسد الصمامات. بوقتها قلت معقول ليش يفكر بحيث فكرته موجودة بهيج السيارة؟